اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة English Behind the Scenes. النهاردة هنتكلم عن كلمة بنسمعها كتير بس عمركم فكرتوا ايه اصل الكلمة دي؟ الكلمة هي salary اللي معناها مرتب او الفلوس اللي بنقبضها. تعالوا بقى نشوف ازاي كلمة زي دي اصلها غريب جدا. كلمة salary اصلها جاي من كلمة لاتينية قديمة اسمها salarium واللي كانت معناها ملح. زمان في الامبراطورية الرومانية كان الجنود بياخدوا جزء من مرتباتهم على هيئة ملح لان الملح كان وقتها من اغلى السلع في العالم. تخيلوا كده، المرتب اللي بنقبضه دلوقتي كان زمان بيتحدد بالملح، وبسبب ده الكلمة تطورت لحد ما بقت معناها مرتب زي ما بنقولها دلوقتي. وده مثال على ازاي كلمات كتير اصلها مرتبط بحاجات غريبة او غير متوقعة. طيب ازاي نستخدم كلمة salary في جملة زي مثلا I get my salary in the first of every month، او ممكن تقول my salary is enough to cover all my expenses، أو ممكن مثلا نسمعها في تعبيرات تانية زي a high salary أو a low salary. طيب دلوقتي اكتبوا في الكومنتس جملة فيها كلمة salary وأنا هراجعها في الفيديو الجاي وأقول مين كتب أحلى جملة. كمان لو عايزين تعرفوا أصل كلمات تانية غريبة اكتبوا لي اقتراحاتكم، مين عارف يمكن الكلمة اللي تختاروها تبقى موضوع الفيديو الجاي. لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب علشان نكمل رحلتنا مع بعض. أشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.